اليوم ان شاء الله حندير لكم حلوة الكورني بالجلجلان. هذه الحلوة على بالي نحتاجوها بزاف في الافراح تاعنا. اليوم حبيت نقدمها لكم. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ عندي هنا 3 كيلات فرينة. طبعا الكيلات نتوما ديروا واش حبيتو، يعني الكمية اللي حبيتو تخدموا بيا. انا عندي خدمت بهذا الكيل، يعني ما كبرتوش بزاف، برك باش نوري لكم. 3 فرينة، كيلة جلجلان محمص، كيلة الا ربع زبدة دايبة، حبة بيض، ماء ومزهر، عندي لافاني، رشة ملح وشوية قرفة. نبداو في طريقة التحضير. نبدا نحط الفرينة تاعي. لكم 3 كيلات، نعبر 3 كيلات. هادو 2 هذه الكيلة الثالثة. طبعا هادو 3 كيلات. نزيدو لها كيلة جلجلان يكون محمص. حمصوا الجلجلان باش يجيكم بنين. نديرو المواد الجافة كامل مع بعض. نديرو رشة ملح غير شوية برك هكذا، شوية قرفة، هكذا فقط شوية. نزيد مغرفة صغيرة لافاني، ونزيد الزبدة تاعي. نخلط بيدي احسن. طبعا ما حطيناش السكر، علاش؟ لانه من بعد رايحين نعسلوهم. نزيدوا الحبة تاع البيض، هكذا، ونزيد الماء والمزهر حتى تلم لنا العجينه تاعنا. ديجا ريحته راهي تجي من دوكا. نزيدو الماء والمزهر. هاي ديك العجينه تاعنا هكذا تجيب هذا الشكل. دوكا واش نديرو؟ نغطيها ونخليها ترتاح قبل ما نبدا نشكل فيها. دوكا بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا واش نديرو؟ دوكا نفتحوها بالحلال. نرشو شويه فرينه، نفتحوها شويه رقيقه. تحت العجينه تاعي حيكون السمك تاعها هكذا تجي رقيقه. دوكا واش نديرو؟ نفتحوها شرائط. العرض يكون 1.5 سنتيمتر هكذا. هذا الشكل. واش نديرو؟
نجيب الكورني تاوعي، عندي هادو انايا، نديرو لهم تغطسوهم في الفرينه هكذا باش تضمنوا باش يخرجوا القوالب تاعهم. تدهنوا الطرف بالبايه تاع البيض هكذا الطرف برك هكذا بهذا الشكل. نجيب الكورني تاعي نرفد هذا. تبعوا معايا بالنسبه لهذا البايه تاع البيض لازم يجي للبرا، باسكو لا اذا درتوه للداخل راح يلصق لكم في الكورني، لازم ديروه للبرا باش يلصق مع بعضه هكذا بهذه الطريقه. هكذا شوفوا هذا البيض لازم يجي للبرا باش العجينه تلصق في خدها. هكذا ما تلحقوش حتى للفوق هكذا. العجينه لصقوها هنا. طبعا نتوما زيدوا زيروا بيديكم هكذا طلعوا هكذا جو بهذه الطريقه. دوكا انا نكملهم كامل ومن بعد نروحوا نقليوهم. شوفوا معايا دوكا راني سخنت الزيت تاعي، دوكا من بعد كي تسخنوها تعاودوا تنقصوا لها النار. دوكا واش ديروا نرميو لي كورني تاعنا للداخل. طبعا لازم يتقلاو على نار هاديه باش ما يتحرقوش ويطيبوا من الداخل هكذا، وبقاو تقلبوا فيهم حتى يحمروا. بعد نقصوا النار كامل باش يطيبوا للداخل. بداو يتحمروا هكذا يكفي. انا نحيهم شوفوا كيفاش يجوا اللون تاعهم هكذا. نحطهم هنايا في الدرج. انا نكملهم كامل ونعاود نرجع لكم. دوكا بعد ما كملت طيبت لي كورني تاوعي شوفوا كيفاش جا. دوكا نخلوهم يبردوا مليح ومن بعد واش نديرو نجيبو الحسيله تاعنا. طبعا الحسيله تاعنا ما نزيدو لها والو لا ما زهر لا حتى حاجه، علاش باش لي كورني تاعنا يبقاو يتقرمشوا. دوكا نحط لي كورني تاعي هنايا بهذه الطريقه وتخلوهم في الحسيله حتى يشربوا هكذا بهذه الطريقه. يعني تخلوهم حوالي 5 دقائق وتحطوهم هنايا يقطروا. دوك انا كي نعسلهم كامل نروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. دوكا نحضروا الحشو تاعنا. بالنسبه للحشو راح يكون اختياري، يعني نتوما والذوق تاعكم، يعني واش كان عندكم متوفر في البيت. انا واش عندي لهنايا عندي كميه من اللوز هكذا مرحي خشين، عندي كميه من الجوز ثاني هكذا مرحي خشين، تقدروا ديروا كاوكاو تحمصوه وثاني ترحوه. عندي شويه لوز هكذا مرحي شويه رقيق، عندي كميه من حلوى الترك، عندي الحسيله نطم بها هذا المكونات، وعندي هذا البيستاش للتزيين. هذا بالنسبه للحشو. اذا كان عندكم اعطيكم ملاحظه، اذا كان عندكم كميه بزاف كبيره، مثلا عندكم راح تخدموها العرس ولا يعني حفله تكون بزاف كبيره، واش ديروا تخدموا عجينه اللي هي عجينه البقلاوه. واش ديروا تخدموها تفتحوها عادي في الرقم 3 ومن بعد في الرقم 5 ومن بعد تجوزوها في الجهه تاع الرشته، ومن بعد تقلوها وتكسروا هذيك العجينه وتضيفوها مع هاد المكسرات، يعني راح تزيد تعاونكم. دوكا انا خلط هادو المكونات. نحط اللوز تاعي
نزيد له الجوز، نزيد له كميه من هذا اللوز المحرقيق، حلاوه الترك، ونلمها بالحسيله. الحسيله ما ديروهاش كي تلموا بالحسيله ما ديروش الخليط تاعكم جاري بزاف باش يبقى حاكم روحو لداخل لي كورني تاعكم هكذا. ونبدا نزيد في الحسيله هكذا حتى تولي عندكم عجينه. اذا هاوليك لي كورني تاوعي بعد ما عسلتهم هكذا قدروا. هاوليك الحشو تاعنا دوكا نبداو نعمروا فيهم. ندو كورني هكذا بهذا الشكل، ندو شويه من الحشو، نبداو نعمروه بشويه بهذه الطريقه. هكذا تعمروهم شويه، ديروهم شويه بومبي من الفوق هكذا بهذه الطريقه. بعد واش ديروا، نجيبوا البيستاش تاعنا ونرمدوه بهذه الطريقه هكذا. دوكا انا نكملهم كامل ونشوفوهم في صحن التقديم. اذا هاوليك لي كورني تاعنا راهم واجدين، خرجوا بهذا الشكل هكذا. يعني صدقوني بنا روعه، جربوهم ما راحش تندموا. راني متاكده بعد ما تجربوا هذه الوصفه ما راحش تزيدوا تحوسوا على وصفات تاع لي كورني. عندي ملاحظه، ممكن تبقى لكم العجينه هكذا، هذوك لي شوت اللي يبقاو من العجينه تقدروا تقليوهم، تشكلوهم تقليوهم وتغطسوهم في الحسيله وتاكلوهم يعني بلا حشو، لانه العجينه راه فيها الجلجلان راهي تجي بزاف بنينه. اليوم كما وعدتكم ديديكاس تاع اليوم راح يكون المشتركات الوفيات التوعي ام نعيم، دموع الفرح، فرح بيري، سيدرا، وعمر، ساجده. نشكركم بزاف على تشجيعاتكم ليا، واللي حابه نديرها ديديكاس في الفيديو تاوعي ما تخلي غير تعليق. في الاخير واش نقول لكم، اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وديروا اشتراك القناه، وانتظروني في فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.